السلام عليكم. شلونك حجي؟ الله يبارك فيك. شو اخبارك؟ خير الحمد لله. ان شاء الله دوامك بخير. الله يسلمك. شلون هالاجواء تشوفها حاليا؟ والله جنة مال الله، صار 13 سنة ما طاب لي العراق. صار لي شهر من جيت، فالبارحة شفت هذا الموضوع قلت خل اروح اشوف شنو القصة. شيء يعني حضارة تراث، يعني هذول العهد العباسي واكثر. يعني شفت ترميم متغير. فد شيء يعني فد شيء ما يتوقع البشر يعني. ايه يعني متغير، صار تغيير بغداد. صار لك ايش قد بالغربة؟ 13 سنة تقريبا. و13 سنة هواي. بيا دولة؟ لبنان. بلبنان. يعني بلبنان 13 سنة، يعني ايش لا عجبك؟ مو بس لبنان، افتريت هواي دول بس استقريت بلبنان الحمد لله. متزوج؟ متوفي. الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله. عندك جهال؟ بسيف الله تبارك. الله يحفظ لك اياه. شلون تشوف هالغربة عمو؟ تعب. فحاولت ارجع استقر يعني بعد كافي عمري 60 سنه. يعني تريد ترجع هنا اي للعراق؟ اريد ارجع استقر بعد كافي تعبني. صار لك هسه ايش قد انت هنا؟ صار لي شهر. صار لك شهر؟ شهر و7 ايام. حلو. وين هسه مستقر حاليا؟ بيا منطقة؟ والله يم صديق بالدور. بالدار. ان شاء الله صحة وعافية لك وبالتوفيق ان شاء الله. يا رب. دقيقة عمو، ايش تنصح الشباب اللي يسافرون؟ اللي يريد يسافر لازم يكون عنده المبدأ بالدرجة الأولى تكون عنده شهادة. إذا ما عنده شهادة ضياع. اللي عنده شهادة بس لازم تكون شهادته من ضمن عمل ثابت. زين. لازم إذا شهادته من ضمن عمل ثابت وما لقى فرصة عمل هنا يطلع. زين. يجرب مو دولة ودولتين أو 3 إلى حد أن يلقى شيء اللي يريحه ذاك البلد. زين. بس ايش ما يتغرب هو يبقى حنينه البلد في أي مكان، إن كانت مصر أو العراق أو تونس أو هولندا أو أمريكا، أي مكان يطلع بيها يتغرب لازم يرجع إلى مسقط رأسه. إلى مسقط رأسه بالضبط. شكرا عمو لنصيحتك ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله صحة والعافية.